وكان الفقرة دي فقرة مهمة جدا ومتعلقة بكل إنسان عنده علاقة بشراء أرض أو منزل أو حتى موضوع الإيجارات أو عنده علاقة بالعقارات عموما مكاتب العقارات. بتسمع إنه بين يوم وليلة في كل مكان بتلقى في مكتب جديد للعقارات، في مكتب جديد لأنه يفتح باب بتاع إيجارات بتاع تنظيم بتاع مشاكل عندها علاقة بالمجتمعات، خاصة إنه كل مرة بتحكي إنه في ناس بتغشوا في قطاعة أرض، بتغشوا في بيع بتاع إيجار يعني. نعم. فجزء منه عنده علاقة بهذه المكاتب، مكاتب الإيجارات العقارات. طبعا. هيكلمنا بالتفصيل وسمح القول من خشم سيدو اللي هو استاذنا محمد صلاح رئيس شعبة المكاتب العقارية القومية، وهو كمان عنده مكتب عقاري. محمد صلاح، مساء الخير. مساء النور عليكم ومرحب بمشاهدين قناة البلد، القناة الفتية، القناة ما شاء الله يعني الماشية بسرعة الصاروخ. نعم، تسلم ان شاء الله. طيب استاذ محمد صلاح، اول حاجة هنتكلم عن شعبة المكاتب العقارية القومية، هي عبارة عن شنو عشان نقدر نشوف أسئلتنا جيتنا الليلة في وقت مناسب. تمام، أنا والله سعيد جدا إنه أكون معكم في هذه الحلقة الطيبة الجميلة يعني. شعبة المكاتب العقارية هي شعبة تبع الغرفة القومية للخدمات الاقتصادية اللي هي تابعة لاتحاد الغرف التجارية. اتحاد الغرف التجارية ده طبعا فيه حوالي 6 أو 7 غرف رئيسية، غرفة المصدرين المستوردين من ضمن الغرفة القومية للخدمات الاقتصادية. داخل هذه الغرفة نحن موجودين كشعبة المكاتب العقارية. هي بتضم كل الأعضاء اللي عندهم مكاتب عقارية، عندهم أسماء أعمال أو أسماء شركات، وعندهم مقار محددة في الدولة يعني. والشعبة دي شعبة قومية لكل ولاية السودان الموجودة الآن وكده يعني. الحاجة المهمة إنه الشعبة دي نظمت القطاع بتاع المكاتب العقارية بصورة كويسة، بصورة مقننة. يمكن الناس بتسمع كثير جدا عن الوساطة العشوائية والسمسرة العشوائية أو المزنة بتاعت المكاتب، إنه أي زول الآن بيجي يشتغل في القطاع ده كده. وضعت عدد كبير جدا من الشروط والاشتراطات لفتح المكاتب العقارية عشان نكون ما أقل من الناس اللي شغالة يعني في الدول الأخرى وكده يعني. والقطاع ده قطاع حساس وقطاع مهم جدا جدا، ويمكن بيمس حياة الناس عموما يعني. صحيح، حياة الناس الآن أغلبها في المحاكم عندها علاقة بالعقارات والمشاكل السكنية. طيب نمشي معاك للمكاتب اللي انتم هي منضوية تحت لواءكم اللي هي العقارات يعني. نعم. عشان أكون عندي مكتب بتاع عقار، مكتب منظم بشكل قانوني، المتطلبات شنو اللي أنا ممكن على أساسها أبني عليه هذا المكتب؟ تمام. الحاجة بتنقسم على جزئين. الجزء الأول اللي هو فيه شروط واشتراطات للمكتب العقاري، للوكيشن حقه، لموقعه، للكونتنتس الداخل المكتب جوا، او في شخص الوسيط العقاري ذاته او صاحب المكتب العقاري يعني. المكتب العقاري اول حاجه لازم يكون سوداني، والكلام ده بيتعلق بالهويه، بيتعلق بال فيه جوانب اجتماعيه وفيه جوانب اقتصاديه وامنيه. الحاجه الثانيه انه يكون يعني شخص ما ودين في جريمه او يعني عنده مشكله اخلاقيه وكده. الحاجه الثالثه يكون عنده خبره في المجال بتاع الوساطه العقاريه. الحاجه الرابعه ياخذ دوره تدريبيه في التسويق العقاري، في التقييم العقاري، في اداره الاملاك العقاريه، في التسويق العقاري، في الجوانب القانونيه اللي هي ممكن تنفعه في حياته العلميه والعمليه كده يعني. المكتب لازم يكون مكتب مهيأ، عنده لافتة بالاسم حقها، لازم يكون عنده اسم عمل او اسم شركه عشان يكون عنده عضويه تحت الغرفه التجاريه. وعدد من التفاصيل الكثيره يعني. يمكن الحياه دي زمان ما كانت موجوده، لكن احنا الان بنتجه اتجاه كويس جدا، انه الان في تقنين لمهنه الوساطه العقاريه والمكاتب العقاريه. نعم، طيب جميل استاذ محمد. طيب الايجارات وارتفاع الايجارات وانخفاض الاراضي، البيع والشراء مؤخرا، السبب شنو؟ والحاجه دي انتم منكم ولا من السياسي، حاجه سياسيه، حاجه اقتصاديه، ولا من السماسه؟ المسائل بتاعت ارتفاع الايجارات او انخفاضها او ارتفاع البيع وكده، المسائل دي فيها جوانب سياسيه، فيها جوانب الاقتصاديه، وكذلك فيها جوانب ذاته من المواطنين او الملاك ذاتهم يعني. يمكن الموضوع ده الان موضوع بقى شائك جدا جدا، انه العقارات بقت مرتفعه جدا جدا، مره تطلع مره تنزل. مساله الايجارات الان برضه فيها مشكله كبيره جدا جدا. انا ما بفتكر انه المكاتب العقاريه هم يعني جزء لا يتجزا، او هم مثلا بعيدين كل البعد من المساله بتاعت ارتفاع الايجار وكده يعني. الملاك عندهم دور، الدوله عندها دور، السلطات كذلك عندها دور.
القوانين المنظمه ذات المساله بتاعت الايجارات، العلاقات الايجاريه، قانون الايجارات بتاع 91 فيه مشاكل كثيره جدا جدا الان، والناس سامعه بانه الناس الان عندها وقفات احتجاجيه لتعديل وتغيير القانون. نعم، وهو حسب ما عرفنا انه نعم. حيتعدل وحيكون لمصلحه المالك يعني. المفروض يكون لمصلحه المالك والمستاجر كذلك يعني. نعم، المستاجرين الناس المساكين اللي ما عندهم عقارات ما عندهم بيوت دي برضه كذلك يعني هم موجودين في الدوله السودانيه. طبعا اللوم كله هسه المفروض بيقول لك الناس- القانون ما بدي المالك، بدي المستاجر. صحيح. طبعا. والله شوف القاعده القانونيه هي بيقول لك المالك اولى بملكه، لكن كذلك برضه الناس بتعاين للناس صحيح، في المستاجرين الاخر اللي هم ما عندهم طرفين يعني عقار في وكده. العمليه دي، يعني انت الليله مستفيد عشان تشتري لك عقار وتبني شقه او بيت او كده ما بشيء سهل، صحيح. بالذات في السودان في ظل التدهور الاقتصادي والوضع السياسي الحاصل الان وكده يعني. صحيح. طيب عايزه اسال عن السماسره، الفرق بينكم وبين السماسره شو؟ مكتب العقاري طيب يعني والسمسار. حقيقه كلمه السمسار دي اللي هي بروكر في اللغه الانجليزيه هي سمسار، سمسار بتاع عربات، سمسار بتاع خضار، سمسار بتاع سياسه، نعم. سمسار بتاع كده. اما الوسيط العقاري ده اللي هو ريل استيت ايجنت، دي كلمه اسمها وسيط عقاري مختص بالعقار بس. السمسره ده نحن الان بنحارب في السمسره العشوائيه، وبنحارب في الناس الموجودين في الشارع، موجود في البراندات، موجودين في السوشيال، حتى في السوشيال ميديا يعني. نعم. يعني انا السوشيال ميديا دي الان 3/4 الناس اذا بقت الاحصائيه حقتها صحيحه بقى يعتمدوا على السوشيال ميديا. صحيح. الريفرنس شنو بتاع السوشيال ميديا الان هو اذا بقى مسوق او شخص بيعلن عن عقار او كده. في مشاكل كثيره جدا الناس الان ما بتطرحها في الاعلام. يعني في مشاكل الان امنيه، في مشاكل بتاع الجرائم بتتم عبر السوشيال ميديا. يعني مثلا ممكن واحد يضرب تليفون لشقه مؤجره، يوصفوا له حته معينه وكده، يجيب في الشخص الغالب ما اللي عندهم شخص. يجيبوا، ممكن يسرقوا قروشه او يحتدوا عليه او كذا، صحيح. والناس يعني انت بتعرف مكتبه ولا بتعرف اي معلومات عنه صعب كده. ترجع له. نعم. عشان كده احنا دائما بنقول انه الناس يتعاملوا عبر المكاتب العقاريه، ويمكن انا بوصل او بوجه رساله لكل المواطنين والناس المشاهدين الموجودين معنا في قناه البلد الان، انه دائما ما يتعاملوا مع الناس اللي في الشارع. يعني يقول لك مثلا ده وسيط او سمسار وكده. انا بفتكر انه التعامل عبر المكاتب العقاريه المقننه والمكاتب العقاريه اللي هي حتى يكون فيها عندهم مصداقيه، عندهم شفافيه، عندهم كده، انا بفتكر الحاجه دي ذاتها بتسهل لهم المسائل حقت البيع والشراء. صحيح. يعني في دول بيقول لك والله غشوني في الارض قيمتها طلعت اكثر. اللي اذا بقى صاحب مكتب في الغالب بيكون هو مهتم بسمعته، مهتم بقصته كده. واذا نحن جاتنا اي بلاغات او جاتنا اي مثلا شكاوى من المواطنين وكده، في عقوبات بالمناسبه وفي غرامات وفي حاجه يعني حاجات بتحصل لصاحب المكتب العقاري. اما الزول الخارج الاطار المنظمه والعقاري ده نحن ما مسؤولين منه يعني. صحيح. طيب في ناس برضو يا استاذ بيتكلم على انه تعاملوا في معاملات مع مكاتب عقاريه، لكن لقوا نفس اللي بيلقوه مع السماسره اللي انت سميتهم الغش يعني والحاجات دي، باعتبار انه بعض المكاتب العقاريه غير منطويه تحت لواءكم او ما عندها التراخيص المفترض تمنح عشان تمارس عملها القانوني، فبالتالي ما في فرق بينها هسه حاليا وبين السمسار اللي اصلا هو عشوائي يعني. تمام. طيب اول حاجه السودان ما عنده قانون ينظم مهنه الوساطه العقاريه. يمكن احنا الشهر اللي فات حوالي شهر ونص سلمنا وزاره العدل قانون لتنظيم مهنه الوساطه العقاريه، وجبنا عدد من القوانين المنظمه لمهنه الوساطه العقاريه. يمكن السودان او المشرع السوداني ما تطرق او ما فكر انه يضع له قانون ينظم مهنه الوساطه العقاريه، ودي من المشاكل اللي كانت موجوده الان. دي الحاجه. والحاجه الثانيه الكويت، الامارات، السعوديه، كل الدول في العالم عندها قوانين بتنظم مهنه الوساطه العقاريه عشان تحفظ العلاقه ما بين الوسيط وما بين المتعامل اذا كان بائع او مشتري او وات يعني، وما بين المكاتب العقاريه وكده يعني. القانون ده اللي هو فيه هو الشروط وفيه الاشتراطات، فيه اللوائح والمناشير، فيه العقوبات، فيه الغرامات. يمكن التشريع القانون ده الان بيمر بمراحل في وزاره العدل، دائره التشريع واللجان الفنيه، وان شاء الله احنا نتوقع انه يرى النور يعني غالبا قريبا ان شاء الله باذن الله. يمكن الحاجه دي بتضبط المسائل الاخلاقيه والمسائل اللي هي فيها تعاون ما بين المكاتب وما بين المواطنين وما بين كده يعني. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انا زي ما قلت لك دائما هي غطاء فيه الصالح وفيه الطالح. يعني ممكن تلقى الزول الكويس تلقى الزول، فالانسان دائما بيتحرى من الشخص الكويس اللي اخلاقه كويسه والشخص المعروف، لكن برضه نحن بنأكد انه دائما التعامل يكون افضل مع المكاتب العقاريه، ودي حاجه مهمه جدا جدا. الان نحن يمكن في السودان بس بنتعامل في الشارع او في البراندات وتحت الشجر كده، صحيح. لكن ما في زول برا بيمشي بالطريقه دي يعني. نعم صحيح. او يمكن بعض المرات في ناس مواطنين برضه زي نحن نتهم بعض المواطنين برضه ما قدر يدفع عموله، ما قدر يدفع تعب المكتب العقاري كده، فيمشي لده يقولوا مثلا رخيص او بيمشي حاله كده يعني. فدي المشكله بعد ذاك اللي بيجيب لهم مشاكل وكده يعني. طيب فيما يخص معلش عزيزي، فيما يخص المكاتب الغير منطويه تحت لواءكم، يعني هل عندكم احصائيه؟ هل لانه برضه مخاطر كبيره جدا، هو فاتح مكتب بلافته بيتعامل مع ناس معاملات كبيره جدا،
فهل في احصائيه في طريقه بتاعت اجراء قانوني قاعد تقدموا طيب اول تجاههم؟ حاجه انا داير اقول انه الدوله السودانيه ذاتها الان ما عندها احصاءات عن عدد المكاتب العقاريه او عدد الابراج الان السكنيه او الشقق المفروشه. الدوله الان في لا غياب. تبع لا حاجه المكاتب يعني انتوا أشمل دي الحاجه الاولى. كشعوب إثارة مهتمه الشعب. بالمكاتب العقاريه. الشعب الان بدات حصر وتوفير اوضاع كل المكاتب العقاريه في الخرطوم في كل ولايات السودان. الان احنا مشينا عملنا اول ملتقى للمكاتب العقاريه في قاعده الصداقه 6/9/2021 وعملنا ملتقى قبل يمكن 3 اسابيع في ولايه البحر الاحمر والملتقى الجاي في ولايه شمال كردفان وماشيين كل ولايات السودان الان شغالين بلجان الان موجوده في كل ولايات السودان بنحصر في كل المكاتب العقاريه المجننه. يعني نحن ما عندنا علاقه بالشخص الشغال خارج القطاع المكاتب العقاريه. لكن اي شخص الان عنده مكتب عقاري عنده اسم عمل عنده رخصه تجاريه عنده اسم شركه ده الان هو ده اللي بيهمنا الان. وبندعو كل المكاتب العقاريه الما مجننه او الما مرخصه او اللي هي خارج منضويه خارج المكاتب العقاريه انها تنضم للشعبه. دي الحاجه. الحاجه الثانيه قانون تنظيمات العمل لسنه 92 تعديل 94 بيتكلم عن الزاميه العضويه في تحت الغرفه التجاريه لكل صاحب نشاط اذا كان جهه اعتباريه او جهه طبيعيه. فكلامك الان هو فعلا في ناس منضويه في الشعبه وفي ناس ما منضويه. لكن القانون الان ان شاء الله اذا طبق 2023 حيلزم كل الناس خارج المكاتب العقاريه انه ينضموا لشعبه المكاتب العقاريه. يمكن الحاجه دي حاجه بتفيد الغطاء بتفيد الاختصاص ذاته يعني. صحيح. نعم. طيب التزوير ومعادلات عن التزوير في شهادات البحث التزوير ذاته يمكن في حتى عقد البيع التفاصيل الكثيره دي برضه كيف انا اقدر اعمل كنترول وكيف انا اعرف انه مثلا شهاده البحث دي مزوره ولا ما مزوره؟ الجهه اللي انا بتاكد منها وين؟ طيب اول حاجه طبعا الجهه برا بسموها شهر عقاري. يعني عندنا هنا تسجيلات الاراضي او مكتب الاراضي هي الجهه الحكوميه او النافذه الحكوميه في الاراضي في السجلات في الاراضي في اي نعم في مكتب الاراضي في مكتب تسجيلات الاراضي. حسب بعد ذاك نوع الملكيه اذا بقت ملك حور عين او بقت منفعه حكر يعني. دي الجهه الحكوميه اللي هي بتطلع منها وبيصدر منها صك الملكيه او شهاده البحث زي ما الناس بتسميها يعني. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه مسألة التزوير دي مسألة خطيرة جدا جدا وبقت الآن منتشرة انتشار رهيب جدا جدا. وأنا من هنا يعني بدعو كل المواطنين إنه بالذات الناس المتعاملين في مسألة البيع والشراء وكده إنه يتأكدوا تماما من إنه العقار ده هل مزور ولا ما مزور. التزوير ذاته عنده عدد من الأشكال وكده يعني. ممكن تطلع شهادة حقيقية من تسجيلات الأراضي لكن يكون التوكيل مزور أو المستند بتاع الجواز أو البطاقة او اي اثبات شخصيه يكون مزور. بعد ذاك في ناس ذاتهم نحن يعني عدد كبير جدا من الناس داخل العمليه دي ممكن يتهموا بالمناسبه. صحيح. مكتب عقاري او شخص قانوني حتى المحامين المكاتب العقاريه حتى في موظفين الان موجودين بالمناسبه الان شغالين في الحته دي يتهموا بالمناسبه. وفي ناس كثار جدا جدا الان موجوده احصائيات بعدد كبير جدا من الجرائم حق التزوير. يمكن الحاجات دي كلها تطلع صحيحه والموقع اللي انا ماشي اشوف عشان اشتريه ولا عشان بايع هو ما صحيح. دي نقطة ثانية. أنا ذاته من هنا برضه دي نقطة مهمة جدا. أنت الآن ممكن تطلع الشهادة حقيقية صحيح وتماما تمام لكن تجيب في قطعة أو في عقار ما هو نفس الحاجة الموجودة على الطبيعة. صحيح. دي مهمة منه ده مهمة المكتب العقاري وناس المساحة وكذا وكلام شكل يعني. أما بعد ذاك المسائل بتاعت التزوير دي أنا دائما بركز عليها كثير جدا. يمكن الفترة الجاية هيكون عندنا ورشة كبيرة جدا عن جرائم التزوير في قطاع العقارات ودي حاجه خطيره جدا جدا. يعني تخيل انه زول مثلا اول زول اللي هو عنده مشاكل كثيره مع لا عندها قصه على عقارات. لكن حقيقه يعني الان واحد يكون مغترب مثلا جمع تعبه وشقاه وقروشه كده عشان يجي يشتري له قطعه تطلع يعني مزوره او فيها مشكله او كده يعني. بعد ذاك القانون طبعا بيرجع العقار لصاحبه الاساسي وانت بعد ذاك بيطارد في الشخص اللي زور لك وده موضوع طويل جدا صحيح. جدا. ده حاصل هسه بشكل كبير. نعم. المحاكم الان مليانه زمان كان طلاقات وخلاف والان مليانه عقارات يعني. صحيح. طيب تفادي للتزوير يعني عشان انت باعتبارك خبير في العقارات. نعم. عشان انا اخذ قطعه ارض او اشتري بيت من مكتب عقاري شنو المفترض انا اقدمه يعني؟ هل فقط المال ولا في خطوات قانونيه انا المفترض اكون عارفها وبعد ذاك اذا حتى في واحد يتعامل معي تعامل انا عرفت انه خطا بالوعي بتاعي اقول له التعامل ده ما سليم يعني. تمام. اول حاجه نحن نبعد عن الوسط العشوائيين دي او الناس الموجودين في السوشيال ميديا او الناس الموجودين خارج اطار المكاتب العقاريه. دي الحاجه الاولى لانه هم سبب لانه الجرائم دي تنتشر بتاعت تزوير العقارات. واحد اثنين تمشي لمكتب عقاري. انت مشيت لمكتب عقاري في الغالب ما في مكتب عقاري بيدخل نفسه في مشكله بتاعت انه يكون في تزوير او كذا وكلام. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه المكتب العقاري عنده المعلومه عنده الداتا بيقدر يوريك موقع القطعه عنده المعلومه انه القطعه دي هل مزوره هل عندها تاريخ بتاع تزوير او ما عندها. الحاجه الثالثه مكتب الاراضي مكتب المساحه
دي كلها حتات بتخليك انك تتاكد من الحته بتاعت انه هل فيها مزور او ما مزوره وكده يعني. لكن في ناس الان زي ما اتكلمنا جبال في انه في واحد ما داير يمشي المكتب العقاري، داير يمشي برا عشان يدفع مبلغ بتاع اتعاب للمكتب العقاري بسيط وكده، وبعد ذاك بتطلع القطعه مضروبه او فيها تزوير. انتوا غاليين ولا شنو؟ ليه احنا بنمشي للسماء؟ والله يا اخي احنا ما غاليين، لكن احنا نعم. بالمناسبه زي ما انت بتمشي للمهندس وزي ما بتمشي للطبيب وزي ما بتمشي للمحامي، كذلك انت بتمشي لصاحب المكتب العقاري عشان اوفر لك العقار. نعم. الان العقار ده بعد الاكل والشراب على الناس انا صحيح. يعني ومن بعض الناس قبل الاكل والشراب بصراحه. أكيد والله يعني. يمكن ما بس ياكل السكن لكن مثلاً يشوف مهمة له جداً. قطعه بتاع يكون في داري. سقيف كده زول عميو. صحيح. طيب هنتكلم عن الاراضي الحيازه وتسجيلها، وكيف انا عايزه اشتري ارض لكن يقول لي ما شهاده بحث، الحاجه دي حيازه. هل الحاجه دي ممكن تكون موثوقه؟ لان هي طبعا مسجله في زمان كان اللجنه الشعبيه، ما عارفه هسي لجان الحي والتفاصيل اللي اتغيرت دي. فكيف قصه الاراضي الحيازه دي؟ طيب اول حاجه انا ما بنصح اي شخص انه يشتري حيازه، لكن طبعا يعني احنا يعني واحد فينا اذا ما عنده عقار بيحاول يشتري له عقار، يقول انا عندي قطعه. فبالتالي الحيازات طبعا اسعارها اقل بكثير جدا جدا من الاراضي اللي عندها شهاده بحث ومقنن وكده يعني. دي الحاجه اللي هو احساسك الداخلي انه تشتري حاجه يكون عندك عقار وكده. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه المشاكل الحيازه دي ممكن تتباع ل 3 4 5 اشخاص، ودي من المشاكل الكبيره جدا ما بقول لك حيازه مسجله وخلاص يعني عندها نمره بتكون. الان الدوله بتحارب في الحيازات. دي مشكله كبيره جدا جدا. الان احنا عندنا ناس عندهم مزارع، بيكون مثلا الحي او القريه قريبه من المزرعه، بيتغولوا على المزرعه بيبيعوا فيها اراضي ما حقتهم اصلا يعني. فمازالت يعني الحيازات وكده نحن الان ما قاعد نخش فيها، ولا في مكتب عقاري بالساهل بيتعامل فيها. والدوله الان وزاره التخطيط العمراني ممثله في كل الجهات الحكوميه الان بتحارب المساله بتاعت يعني هي المناطق دي نعم. عندها عمد وعندها تفاصيل يعني. عندها عمد وعندها كده، لكن الان تسجيل وحدات يعني انت الان في التسجيلات مسجله باسمك خلاص، لكن دي ممكن يسجلوها 3 4 5 انفار. صحيح. ما في سيستم، ما في مراجعه، ما في يعني نحن ما نتكلم فيها كثير، لكن انا بنصح ما في لانها اصلا موجوده يخش عشان نحذر الناس. بنصح انه اي شخص ما يخش في موضوع الحيازات دي، خطيره جدا. احنا عندنا اخواتنا قبل 10 15 سنه اشتروا اراضي، والله باعوا ذهبهم وباعوا قروشهم وجابوا. شوفوا ديل اخوات خبير وما سلوا من القشة. والله الان يعني بقت يعني برضه في واحده يعني. من المفاهيم اللي تلقاها سائده في المجتمع يا استاذ، انه في بعض المساحات في الاحياء الان اصبحت هي خطط سكنيه، فالبعض بقى يلوم مكاتب العقار انه هي قاعد تقدم الخطه دي للوزاره، قاعد تكفل على الناس مساحاتهم المتنفذ بتاعهم. هل عندكم دور انتم في الخرائط اللي قاعد تحصل؟ يعني في مساحات كثيره جدا الان اصبحت منازل يعني. طيب انت بتتكلم عن الجيوب والميادين كده. طيب الاحياء ضاقت يعني. اول حاجه الفتره اللي فاتت دي يعني حصل كوربشن كبير جدا جدا، والان ولايه الخرطوم عارف الكلام ده، باعوا الجيوب الموجوده داخل الاحياء وداخل الميادين، والناس احتجت حصل هاي يعني مشاكل كثيره وكده يعني. الكلام ده كلام خاص بناس المساحه والتخطيط العمراني، هم بيطلعوا الجيوب دي وبعد ذاك بيطلعوها في مزادات او بيخصصوها لافراد وكده، ودي تركت او جزء من الكوربشن الحاصل كان في القطاع بتاع الاراضي وكده وكلام شيء كده. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الاراضي الموجوده داخل الاحياء دي، كان السيد والي الخرطوم قبل كده طلع قرار بانه اي شخص ما عنده قطعه مثلا ما سورها وما قصرها الان ممكن يعني تاخذ ضده اجراءات خلال 6 شهور. طبعا القرار اللي كان طالع الناس بيعرفوه كده يعني. ده يمكن من الحاجات برضه الناس كان عندها فيها راي يعني. هل انت الان اي قطعه الان في المخططات السكنيه ولا الكلام ده بيتكلم عن الاحياء داخل الخرطوم ولا بيتكلم عن الاحياء الطرفيه؟ واذا انا ما عندي مثلا امكانيه يعني احنا بيجينا ورثه ما عندنا قروش مثلا وكده، هل بقدر ازور كيف حيطه ب 30 و70 و80 مليون؟ برضه دي حاجه مهمه جدا جدا. الحاجه دي الان صح الناس ده تكافح الجريمه، القطعه الفاضيه دي الان في ناس اتغورت عليها، الناس بقوا يبيعوا فيها خمور، بقى تحصل فيها حاجات ما كويسه، الاوساخ بقوا يعني فيها اوساخ، بقت مكابل النفايات وكده. فالموضوع ده برضه محتاج نوع من الدراسه الاجتماعيه والامنيه وكده تجاه الحاجه دي يعني برضه يعني. نعم. طيب الخطوات الصحيحه عشان امشي اسجل لي ارض. طبعا عرفنا انه في الاراضي وفي تسجيلات الاراضي. انا اول ما عايز اسجل ارض عشان برضه كمان ما اخش يعني، في ناس ما بسجلوا طوالي بس خلاص مش عقد البيع زي العربيه برضه، اشتريت العربيه اخذت العقد البيع وخلاص. تمام. طيب احنا عندنا الملكيات في السودان ملكيتين، اللي هو ملك حر او يسموه ملك عين، الملكيه الثانيه اللي هو ملك المنفعه او الحكر يعني. الملك العين ده الان اذا انت عاوز تشتري عقار من اي شخص،
لازم المالك او من يفوضه او وكيله مثلا بيطلع شهاده بغرض البيع. في شهاده بغرض البيع، في شهاده بغرض التاكد، في شهاده بغرض الرهن، بغرض كده يعني البناء وكده يعني. فبيطلع لك شهاده بغرض البيع مدتها 7 ايام. انت المفروض في خلال السبع ايام دي عقد البيع يكون داخل السبع ايام دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بتعمل عقد البيع بتاعك بالشهود بعد ما تتاكد من سلامه الاوراق وتتاكد انه ما فيها تزوير وانها حقيقيه وتشوفها على الطبيعه وكده. الحاجه الثانيه بعد ذاك المحامي او انت بنفسك ممكن تمشي مكتب الاراضي. انا بفتكر خلال 48 ساعه انت ممكن تحول الملكيه من المالك الاول ليك انت يعني. دي النقطه الاولى. الحاجه الثانيه الملكيه الثانيه اللي هي ملكيه المنفعه والملك اللي هو الملك الثاني ده برضه بيطلع لك شهاده بغرض البيع مدتها 7 ايام. يعني اي شهاده بعد السبع ايام الناس ما تشتريها لانه بتكون خارج الحاجه القانونيه وكده. الا شهاده البحث بس بتاعت الملكيه الحقيقيه. الا شهاده البحث الملكيه. بعد ذاك بيكون طبعا في اورنيك اسمه اورنيك 3000 اللي هو ده بتاع الحجز. بيطلع من مكتب الاراضي بتجي بيملى لك المالك وبيبصم فيه وبيوقع فيه المحامي بيختموا كده. بيشيل عقد البيع زائد الاورنيك بتاع 3000 ده زائد العريضه حقت الحجز. بتمشي تحجيز اول حاجه في الاراضي. مكتب حجز اولي بصراحه. حجز اولي. الله يفتح عليك انت ما شاء الله خبير يعني في البيع وكده. الحجز الاولي بعد ذاك الاجراءات المعروفه عند المحامين وعند الناس يعني المتابعين. طيب خلينا طالما الكلام عن العقارات لازم نتكلم عن الاسعار. وبرضه البعض بيتهم المكاتب العقاريه يتهم يعني في انه زياده الاسعار الغير منطقيه في بعض الاحياء بعيدا عن السماسره. حتى بيقول لك المكاتب العقاريه مثلا لكل حي بتكون زي شبكه، المهم في علاقه بينهم، في كل مكان بتفرض سعر معين يعني عشان ما في واحد يتجاوزها ويمشي لمكان ثاني، فبالتالي حيكون نفس الاسعار. فدوركم انتم شنو في مكاتب في الاسعار اللي قاعده تكون زايده؟ هل فعلا في علاقه انه بترفعوا الاسعار في بعض الاحياء وتتفقوا على الحاجه دي؟ اول حاجه نحن الفاليو حقت المكاتب العقاريه المفروض يدرسوها يعني الناس تعرفها كده. الفاليو بتاعت الصدق والامانه والشفافيه دي من الحاجات ما فيها اصلا خلاف يعني. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الحياه دي الان احنا بقينا نعمل فيها زي بورصه يعني. مثلا منطقه الرياض الشقه الفاضيه الغرفتين بكده 3 غرف بكده، الدكان، المعرض، العماره، مدعمني والحاجه الان الحاجه دي موجوده في الجروبات العقاريه وكده. ونحن زي ما قلت لك غياب الجسم اللي بينظم المكاتب العقاريه دي ترك المشاكل يعني الان ورث مشاكل كثيره جدا جدا في القطاع بتاع المكاتب العقاريه وكده يعني. زي ما انا قلت لك الكلام ده الان ما معني به مكتب ولا معني به شخص معين. الدوله الان شريكه في غلاء الاسعار، المواطنين ذاتهم شركاء في غلاء الاسعار، المكاتب العقاريه، كل الناس الان المفروض تتعاون بانه الان تبقى الحاجه دي مقننه وبوضع كويس وكده يعني. الحاجه يمكن المهمه جدا انا بفتكر انه نحن دائما بندافع عن المكاتب العقاريه دي، لانه المكاتب العقاريه دي الان موضوع لها شروط واشتراطات واخلاقيات مهنه وحاجات كثيره جدا جدا. ما اظن بالساهل واحد يتجاوز الكلام ده كله عشان بعد ذاك يغلي للمواطنين الناس الغلابه والناس المساكين بيفتشوا في سكن وكده في انه يرفع السعر وكده يعني، مقابل انه مثلا ياخذ اتعاب اكثر او رسوم او كده يعني. ما اظن الكلام ده كان موجود زمان والناس عملوه بروباغندا كثيره جدا جدا. لكن احنا بنفتكر انه الفتره الجايه دي فتره جديده، فتره يعني فيها التغيير الجذري للكونسيبت بتاعت السمسره والوساطه العقاريه والمكاتب العقاريه. نعم جميل. بنلقى في المكاتب العقاريه الكبيره في الخرط خريطه للمنطقه، مثلا واحد عايز الارض الفلانيه طوالي بيفتح لنا الخريطه ويحدد لنا. التواصل شنو بيناتكم اذا الارض دي هنا في عندنا في الخريطه في مكتب ثاني باع المكتب الثاني ذاك، ففي تواصل بيناتكم بيقول لك والله الارض دي خلاص اتباعت بيكنسلها عنده الخريطه دي في اي مكتب فيه. الخرائط طبعا اول حاجه طالعه من دائره المساحه. عايز اقول لك الجهه ايوه نعم هي طبعا طالعه من دائره المساحه وهي يا هارد كوبي يا بقى سوفت كوبي في شكل PDF موجود في التليفون او في اللابتوب او في كده يعني. دي الحاجه الثانيه ما بيكون فيها اختلاف اصلا يعني. الخرطه الان بتاعت مدينه العمارات مثلا هي واحده الان الموجوده في كل المكاتب موجوده عند صاحب المساحه. فيها القطع الفاضيه كلها. فيها القطع الفاضيه كلها ومعروفه وبتاريخها وبكده يعني. المكاتب العقاريه بالمناسبه يعني عدد كبير جدا الان ناس خاشين قطاع الوساطه العقاريه، مهندسين واطباء وقانونيين وكل المجالات الان الناس بقت تجهو لانه يفتح مكاتب عقاريه كده. برضه مذيعين خاشين ومذيعين يعني طبعا هي شكلها ما شاء الله لا يعني. والله لسه فالمجال الان بقى اديوكيتد، الان بقت في دورات، الان في ناس بيجوا يشتغلوا يعني اقرب لشغل المساحه
يعني صح المكتب العقاري ده ممكن يوديك القطعه ويوريك الحدود حقتها وتفاصيلها، بعد ذاك بمزيد من التاكيد انت كذلك تمشي للجهه الحكوميه بتاكد لك كلام المكتب العقاري وكده يعني. الجهه الحكوميه دي ناس المساحه، ناس المساحه طبعا كل منطقه كانوا مضربين جغرافيه. فكوا الاضراب ولا لسه مضربين؟ والله يا اخي لا هسه خلاص شغالين ب 50% يعني زادوا لهم مرتباتهم يعني. شغالين ب 50%. والله يا اخي دي ده همتك مشكله، ده همتك مشكله. يا مهمه جدا جدا يعني. طيب يعني انتوا الان عندكم علاقه كبيره جدا بالخبره العقاريه استاذ محمد في مساحات كثيره جدا، فشنو اللي اختلف ما بين مش الامس واليوم لكن السنوات القريبه اللي كانت مثلا من 10 لحد 15 والان فيما يخص المكاتب العقاريه في شكل الحالي للسودان يعني؟ طيب الفترة اللي فاتت الناس كانوا معتمدين على الوسيط العقاري ده صاحب العمة والجلابية ولابس له شبط وقاعد في الشارع أو بيقى هو عمدة الحي بيسألوه من القطعة المعروضة للبيع وين وكده. ما في علم، ما في دورات تدريبية، الناس ما أبديت. في جوانب كثيرة جدا جدا الناس بعيدة منها. نحن طبعا بالنسبة لنا التدريب ده حاجة مهمة جدا جدا عشان أنت تعرف مثلا الآن جرائم التزوير بتتم بأي طريقة، أنت محتاج تتعلم الحاجة دي وتعرفها، تاخذ لها دورات. التقييم العقاري ده عنده دورات، التحكيم العقاري عنده دورات، التسويق العقاري، الفنيات، السكيلز، المهارات دي مهمه جدا الناس بتاخذ لها دورات الان. الحاجه الجديده اداره الاملاك العقاريه، المانجمنت بتاع البروبرتيز. الناس الان بقت متطوره، الناس بقت تشوف برا الناس واصله وين وكده، الحقيقه زمان ما كان موجود يعني. غير كده الان العالم كله في تطور والتقنيه بقت موجوده وكده يعني. الان احس عندنا ناس من قدام العقاريين، في ناس بيحتاجوا يقول لك يا اخي انا شغال لي 30 40 سنه انا اخش تدخلوني دوره او انا ممكن اعمل كده. وفي ناس طبعا متفهمه الموضوع ده وكده، لكن الان العالم كله التعليم ده حاجه مفيده وحاجه كويسه جدا للناس انها تعرف التعامل الجديد والتقنيه وصلت وين والتكنولوجيا وصلت وين في كل القطاعات وكده يعني. ده الفرق يعني الآن. نعم. طيب بالنسبه للمخططات السكنيه وبرضه يعني مكاتبكم كمكاتب عقاريه كبيره، فبدت مؤخرا الظاهره بتاعت المخطط السكني اللي احنا كنا بنشوفه برا السودان. في السنوات الاخيره دي بقينا نشوف المخطط وبيكون مفصول وبيكون فيه امن وبيكون فيه سوق وملاعب، يعني مدينه مصغره بتكون، بس شويه بعيده هنا عندنا في الخرطوم، فما عارفه ليه طيب نحن عندنا مشكله الان برضه الان بننبه لسلطات الاراضي والتخطيط العمراني نعم. في انه يحاولوا يحسموا الموضوع ده. اول حاجه عدد كبير جدا جدا من الشركات اللي بيسمي نفسها مطور عقاري وهي فعليا ما مطور عقاري. نعم. يعني الان الناس بيحسنوا القطع من زراعي لسكني في حته زي ما انت قلت بعيده أيوة شويه، بعيدة. وتتقسم قطع وتتعامل فيها شوارع وخدمات ومسجد نعم. ومدرسه ومركز صحي وكده وكلام شيء. الكلام ده الان موجود في سريدي موجود على الاوراق والناس بتشتري بالحاجه دي. للاسف الشديد احنا نفتكر انه الشركات المطورين على التطوير العقاري الان شركات ما مؤهله بالمناسبه. تاهيلها وشروطها واشتراطاتها في التخطيط العمراني ضعيفه جدا جدا، ونحن من هنا بنناشد التخطيط العمراني بانها تحاول تضبط الشركات اللي كل يوم طالعه بتاع تطوير عقاري وكده، بيبيعوا لك قطعه بكهرباء وبمويه وبكده. للاسف الشديد ممكن 10 سنه ما يخش فيها مويه، الان مثال الحي الدبلوماسي ما تخش كهرباء، للاسف الشديد الناس ما تبني، تكون في مشاكل، ودي بيقولوا فيها المغتربين. الان في شركات تطوير عقاري بتمشي تبيع في السفارات، للاسف الشديد ما عندها ريفرنس الان موجود. شركات كثيره جدا جدا يعني. فدي دي الحاجه المهمه جدا يعني. انا ممكن اشتري لي قطعه لا 5 سنه لا 10 سنه لا 15 سنه ما يخش فيها مويه ولا كهرباء، وانا اكون اصلا تركت فيها قروشيه كلها وكده يعني. الكلام ده انا بفتكر بلوم عليه والدوله بلوم على الحكومه، لانه الان مقصره شديد جدا جدا في انه اي شركه الان كل من هب ودب الان بيفتح شركه بتسجل وكده يعني. المفهوم العلمي والمفهوم اللي بنعرفه نحن للمجمعات السكنيه وكده، الان في مجمعات كثير عندك مجمع الياسمين السكني، في مجمع ساريا، في مجمع اراك، في مجمع نيفيدي، وفي مجمعات كثيره جدا الان موجوده الناس بتعرفها. ده نموذج بنفتكره نموذج ممتاز جدا، نموذج للمطور العقاري. كل الخدمات موجوده فيها، الامن فيها، سكيورتي. هم وفروا الخدمات حتى باعوا المخطط ولا يعني كان نفس وفروا خدمات حتى بعد كده عملوا نادي صحي، عملوا مركز صحي، عملوا مسجد، عملوا مدرسه، عملوا كذا، يتقفل بطريقه كويسه، بيقدم خدمات ممتازه جدا. جميل. لكن الان النماذج المشرفه دي الان بقت ما موجوده يعني مع الظروف الاقتصاديه والسياسيه حقت البلد كده. لكن حقيقه نحن دايرين مطورين حقيقيين كان بيجوا وطنيين او بيجوا اجانب يشتغلوا على المستوى بيتكلم عنه انت الان. طيب الحاجه دي ما عندها عقد يلزم الشركه للاسف الشديد الناس بيعتمدوا على العقودات الخاصه ما بين المطور وما بين العميل، لكن الدوله المفروض تتدخل في العقودات زي دي يعني.
الدوله والولايه وكذا يعني تضع شروط واشتراطات للمطور العقاري ولا كده. للاسف الشديد هم بيهتموا، انا بفتكر انه بيهتموا بس بالارتفاعات، بالمساحات، بالارتدادات. لا، انا بتكلم عن الخدمات، دخول الخدمات ذاته داخل المخطط، التسليم والتسلم. لازم الدوله تكون جزء لا يتجزا من المساله دي يعني. وده سؤالي القادم، يعني باعتبار انه العمليه تكامليه بينكم انتم والمشتري والبائع وكمان الدوله، شنو انتم كمكاتب عقاريه الان تفتقروا له من جانب الدوله؟ يعني في حاجات كثيره جدا عندكم فيها قصور، لكن انتم تخليوا ترجعوا المرجعيه بتاعت الخطا ده للدوله، فشنو من الحاجات الان بتحتاجوا انه تكون فيها ابسط حاجه تكلمنا عنها موضوع غياب القانون اللي بينظم مهنه الوساطه العقاريه. الان يعني الغياب ده، المشرع السوداني الان نسى عمل قوانين مدنيه كثيره وقوانين جنائيه كثيره جدا، وعمل المؤسسات التعليميه الان في جامعات عندها يعني قوانين وكده، لكن نسى القطاع العقاري. والان المشاكل حاصله في الدوله السودانيه عن القطاع والاستثمار العقاري. الاستثمار العقاري ده لا يغني عن استثمار النفط، يغني عن استثمار الذهب الموجود. القطاع العقاري ده يعني اي شخص الان خاشي فيه كده يعني. في غياب الان تام لقوانين كثيره جدا جدا الان بتنظم القطاع العقاري بحجمه الكبير اللي بيتكلم عنه كده يعني. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه يعني لازم اي صاحب قطاع يمشي يبحث عن حقه. يعني القانون ده نحن عملناه برانا، نحن القانون ده مشينا جبنا القوانين حقت الدول البرة وعملنا اداره قانونيه وجبنا فيها مشرعين وجبنا فيها قانونيين درسوا القانون وطلعوا منه مسوده سلمناها للوزاره. ده مجهود شخصي، المفروض المجهود ده يكون مجهود الدوله يعني، هو مجهود حقنا نحن كده يعني. الحاجه الثانيه نحن دورنا ذاته الان مع الشركات حق التطوير العقاري وكده، انه نحن في الغالب الناس بيشتغلوا شغل التسويق او شغل الوساطه ما بين انه يجيبوا مشترين او يجيبوا مستثمرين او كده يعني. طلعت حاجه جديده هسه الان بناء الابراج ده بنظام الشراكات وبنظام البوت وكده يعني. نحن حقيقه نحن نفتكر انه التنظيم ده لابد انه يتم الان عشان نقدر ننظم نفسنا وننظم الدوله وننظم المواطنين. ونحن شايفين انه الان الموضوع ماشي ديكريزنج، بانه الحياه السالبه دي كلها ان شاء الله ما حتكون موجوده الفتره الجايه ان شاء الله. لا ان شاء الله. استاذ محمد صلاح رئيس شعبه المكاتب العقاريه القوميه، شاكرين جدا لك على التنوير الشامل الكامل ده. تحيه لك ونورتنا. كتر خيركم وشكرا جزيلا على المساحه الطيبه الجميله دي، وتحيه لكل الناس الموجودين داخل الاستوديو، العاصمه والسيد المخرج، وشكرا للمشاهدين قناه البلد. شكرا جزيلا. هتواصل، لسه عندنا فقره اخيره بعد هذا الفاصل.